السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد على قناه مطبخ ويوميات ام رينات. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو حالا غادي نحاول ما امكن انني نرمل هذاك الخليط اللي عندي ما بين يديا باش نتاكد مزيان بان الزيت تنسجم مزيان. كما كتشوفوا خاصها تكون بحال هذا الشكل العجين. كنبقاو نديها بحال هكا في يديا، من بعد غادي نبقى ندورها على شكل كويره صغيره. ودائما الحجم كيبقى اختياري، يمكن ديرهم كبار او صغار. انا درتهم متوسطين الحجم بحال هكا. هنايا عندي في اللاطه اللي غندخل الفران فرشت لها ورق ديال الفرن. غادي نحط الكويرات اللي عندي
وفي هذا الاثناء راني شعلت الفران لكي يسخن مزيان، حيت ضروري خاص الفران يكون سخون. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل نعمر اللاطه الاولى اللي عندي. غندخلها للفران، نشعل عليها غير من الفوق حتى تتحل، من بعد عاد غنشعل عليها من التحت. هنا كما كتشوفوا غادي نستمر ديما على هذه الطريقه، ندورها بحال هكا في يدي، ومن بعد غادي نعسف عليها واحد شويه، غير شويه بحال هكا، ما تجيش عاوتاني عاليه، نضغط عليها غير واحد شويه ونحضر. وبالنسبه للفرن نسيت ما قلتش باللي خاصو يكون على درجه 170، يعني ملي غندخلها الفران غادي يكون سخون، غادي نقص عليها حتى لدرجه 170 ونخليها حتى تشق من الفوق، غنشعل عليها من التحت. هذا بالنسبه للفرن ديال الضوء. اما بالنسبه للفرن ديال الغاز غادي نشعل عليها من التحت، نشعل الفران من التحت، ندخل الطاوه حتى تتشق، عاد نطلع على الفوق. ساليت اللاطه الاولى صافي، دابا غادي ندخلها للفران كما غتشوفوا معايا من بعد، وغادي ندوز باش نكمل الكميه الاخرى اللي بقات عندي. هنايا الغريبه راها تشقات من الفوق، غادي نشعل عليها دابا من التحت، وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران، خليتها تحمرت واحد شويه. وكان هذا هو الشكل النهائي بالنسبه لحلوه اليوم اللي هي غريبه ديال اللوز والزنجلان. نتمنى تعجبكم الطريقه اللي شاركت معكم. كتعرفوا هاد الحلوه راها غنيه عن التعريف، ما كتخطاش اي دار، وراها رائعه في المذاق في الشكل، ومن الداخل كتجي هشيشه. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر المتتبعين ديالي بزاف، والمتتبعين اللي جاو عندي جداد كنقول لكم مرحبا بكم معايا، وشكرا لكم بزاف، ونخليكم على خير ان شاء الله حتى الفيديو القادم.